بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واهلا بكم. في الفيديو ده هنتكلم عن اخر مستجدات ميركاتو النادي الاهلي على مستوى الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق. ولكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك وقول لي رأيك في التعليقات. طبعا زي ما احنا عارفين ان الاهلي انهى التعاقد مع اللاعب المصري القطري يوسف ايمن، مدافع جديد هينضم للقلعة الحمراء بداية من الموسم القادم على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند بأحقية الشراء. طبعا يوسف ايمن مدافع جيد وان شاء الله يكون اضافه للنادي الاهلي الفتره الجايه. لجنه التعاقدات بتسعى لتنفيذ طلبات مارسيل كولر بضم مهاجم اجنبي صريح رقم 9 وظهير ايسر اجنبي، بالاضافه الى لاعب وسط قوي تحسبا لرحيل اليو ديانج. بخصوص مركز الباك ليفت في 2 لعيبه اجانب على الرادار. اول لاعب عندنا هو الياس شتي النجم الجزائري، والتاني هو يحيى عطية الله لاعب فريق سوتشي الروسي. على فكرة مارسيل كولر مقتنع اكتر بقدرات يحيى عطية الله. هنتقل دلوقتي الى تدعيم خط الوسط. في لاعب تم ترشيحه من قبل لجنة السكاوتنج اللي هو باكومي زوزوا. زوزوا عنده 27 سنة، بيلعب لفريق يانج افريكانز التنزاني، مركزه لاعب وسط رقم 6 او رقم 8. ارقامه هذا الموسم لعب 9 ماتشات، سجل 4 اهداف وصنع 2. اما عن احصائياته خلال مشواره الكروي شارك فيه 31 لقاء، سجل 8 اهداف وصنع 3. باكومي زازوا ده لاعب وسط عصري جدا، يعني بيعرف ينفذ الادوار الدفاعية والهجومية على اكمل وجه. قوي جدا في الجانب الدفاعي، بيكسب الالتحامات الهوائية والأرضية، تمركزاته دايما صحيحة، وعلى المستوى الهجومي فعال، بيسجل أهداف، بيعرف يشوط. أرقامه جيدة جدا، يعني هو لعب 9 ماتشات سجل 4 أهداف وصنع 2. معنى كده انه ايجابي وفعال على الجول، بيكمل الهجمة، يعني بساطه الطولية متقنة، عنده رؤية جيدة للملعب. زي ما قلت لك كده هو لاعب وسط عصري شامل متكامل على المستوى الفني والبدني. على فكرة هو لاعب دولي بينضم الى منتخب كوتيفوار من ناشئين فريق اسك ميموزا، ودلوقتي بيشارك مع يانج افريكانز، يعتبر من افضل اللعيبة في القارة في مركزه. اللاعب ده باكومي عنده رغبة كاملة انه ينضم الى القلعة الحمراء، ما عندوش اي مشكلة بالانتقال الى النادي الاهلي، وهو تم ترشيحه من قبل لجنة السكاوتنج على مارسيل كولر. احنا عارفين ان اليو ديانج ممكن جدا يرحل عن الفريق، وبالتالي الادارة بتعمل حسابها. في لاعب تاني على الرادار اللي هو محمد علي بن رمضان. كلنا عارفين بن رمضان اللاعب السابق للترجي التونسي، اللاعب التونسي الدولي. المعلومة اللي عندي ان بن رمضان محتاج يكمل في الملاعب الأوروبية، يعني مش بيفضل انه يرجع تاني للقارة الأفريقية. حتى الآن ده موقف اللاعب، هنشوف ايه اللي هيحصل الفترة الجاية. طيب هنتقل دلوقتي الى التدعيمات الهجومية. النادي الأهلي مهتم جدا بالتعاقد مع اللاعب الكونغولي سيلفر جانفولا. جانفولا عنده 28 سنة، مركزه مهاجم أو جناح، بيلعب لفريق يانج بويز السويسري، طوله 191 سنتي، والقيمة التسويقية 1,200,000 يورو. أرقامه خلال مشواره الكروي شارك فيه 242 مباراة، سجل 53 هدف وصنع 17. أما عن إحصائياته هذا الموسم لعب 49 مباراة، سجل 12 هدف وصنع 3. سيلفر جانفولا ممكن يكون مهاجم جيد على مستوى الإمكانيات والقدرات، ولكن أرقامه مش حلوة خالص. يعني هو في الموسم ده لعب 49 لقاء، سجل 12 هدف وصنع 3 أهداف، مساهم ب 15 هدف خلال 49 مباراة، وده معدل تهديفي ضعيف. بكل أمانة أنا محتاج المهاجم القادم للنادي الأهلي يكون سفاح، مش بيضيع قدام الجول، يعني دايما بيسجل وبيستغل أنصاف الفرص. بالنسبة لأرقام سيلفر جانفولا لا، ضعيفة جدا جدا. على العموم انا بقول لك اخر الاخبار المتعلقه بالميركاتو، بقول لك يعني جميع اللاعبين المرشحين للقلعه الحمراء، اكيد في لعيبه تانية هيتم ترشيحها، اكيد في لعيبه تانية هيكونوا على رادار النادي الاهلي الفتره الجايه. وبالفعل لجنه السكاوتنج مع لجنه الكوره بيرشحوا عدد من اللاعبين على مارسيل كولر.
طبعا بالنسبة للمهاجمين اللي على الرادار حتى الآن عندنا عدد كبير زي محمد كوناتيه، أسامة فيصل، أحمد أمين أوفا، يزن النعيمات، بالإضافة إلى محمد شريف، محسن بوريكا. والنهارده اتكلمنا عن سيلفر جانفولا. محمد شريف ممكن جدا يرجع وهو بيرحب بده، يعني شريف عنده رغبة انه ينضم الى القلعة الحمراء. يزن النعيمات لاعب جيد. محمد كوناتيه مهاجم مميز جدا، ولكن المشكلة يعني في خلاف نوعا ما على المقابل المادي. على الجانب الآخر النادي الأهلي بيسعى للتعاقد مع النجم الموهوب إياد العسقلاني ناشئ الإسماعيلي ولاعب فريق روستوف الروسي. يعني أعتقد أن الموضوع هيكون صعب شوية. إياد العسقلاني مركزه مدافع أو ظهير أيسر. هنتقل دلوقتي الى الراحلين من النادي الاهلي في نهايه الموسم. هقول لك انا القائمه المختصره للمغادرين للراحلين. يعني اول لاعب رحل بشكل رسمي انطونيو موديست، يجي بعد منه محمد الداو كريستو، اليو ديانج، بيرسي تاو، محمود متولي، محمود كهربا، محمد شناوي، طاهر محمد طاهر، وخالد عبد الفتاح. ممكن جدا رضا سليم هو كمان يغادر القلعة الحمراء لان كولر مش مقتنع بقدراته الفنية. رضا سليم يا شباب مش بيدافع، يعني احنا عارفين ان كولر محتاج جناح شامل كامل متكامل دفاعيا وهجوميا فنيا وبدنيا. ما ينفعش رضا سليم يهاجم بس. النهاردة في الكرة الحديثة الجناح ده بيكون عنده ادوار على المستوى الدفاعي والهجومي. يعني رضا سليم حتى الان صفقة مش ناجحة بالنسبة للنادي الأهلي. هو لعب 24 لقاء، سجل 5 أهداف وصنع هدف. بجد أنا كنت منتظر أكتر من كده بكتير بالنسبة لرضا سليم، لأنه موهبة وعنده قدرات فنية فذة، بس في الملعب مش إيجابي، مش فعال، مش بيدافع، مش قادر ينفذ طلبات المدرب. في حالة رحيل بيرسي تاو ورضا سليم يعني بنسبة كبيرة النادي الأهلي هيتعاقد مع جناح سوبر بقى، جناح شرس على الجول. بخصوص محمود كهربا يعني حصل طبعا مشكلة بين كهربا وكولر، وكهربا خرج من تدريبات المستبعدين في بعد لقاء معين. يعني المهم محمود كهربا بنسبة كبيرة هينتقل إلى الدوري السعودي. يعني كهربا جاي له عروض كتير. بيرسي تاو واليو ديانج تلقى عروض من الدوري السعودي من فريق الخلود. محمد شناوي جاي له برضو أكتر من عرض. يعني فهنشوف الفترة الجاية في لاعيبه كتير هتغادر ولاعيبه كتير هينضموا للنادي الاهلي. طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح ممكن جدا هم كمان يغادروا. بالنسبة للتجديد لمحمد هاني، طبعا النادي الاهلي اعلن بشكل رسمي التجديد لهاني لمدة 3 سنوات. انا شايف انه يعني استمرار هاني مع النادي الاهلي في الوقت ده ممكن مجاملة شوية. ليه؟ لان احنا عندنا اكتر من لاعب افضل منه على المستوى الفني. يعني لما نتكلم عن عمر كمال عبد الواحد لاعب كبير، خالد عبد الفتاح لاعب جيد جدا وممكن يرحل. بنتكلم عن كريم فؤاد ظهير ايمن من الاساس، ومحمد هاني ماشي يعني هو لاعب دولي لاعب جيد، ولكن برضو في لعيبه افضل منه. اتمنى التوفيق طبعا للفريق الفتره الجايه ان شاء الله. اتمنى التوفيق لفريقنا. يعني انا بقول لك اخر المستجدات بخصوص الميركاتو. طبعا احنا عارفين ان الاهلي هيكون فريق قوي مرعب استعدادا للانتر كونتيننتال واستعدادا لكاس عالم للانديه ان شاء الله 2025. وان شاء الله النادي الاهلي هيتعاقد مع مهاجم، ظهير، لاعب وسط، جناح، تم التعاقد مع مدافع، ويعني احنا في انتظار التعاقد مع مدافع اخر زي مصطفى العش او محمد اسماعيل ان شاء الله. يعني النادي الاهلي يكون فريق مرعب في الميركاتو الصيفي. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومتابعة عشان يوصلك جميع فيديوهاتنا، وقول لي بقى رأيك في التعليقات. شكرا ليكم، السلام عليكم.